وبدأت عدد من الوصول في عدد من الوفود في الوصول إلى مدينة شرم الشيخ. استقبل منهم اليوم السيد رئيس الوزراء، أمير البحرين استقبل نائب رئيس تنزانيا، وعلى التوالي بتصل كافة الوفود رفيعة المستوى سواء كانت وفود سياسية أو اقتصادية. نتوقع مشاركة رئاسية من الكويت، الأردن، بالإضافة للبحرين اللي وصل بالفعل، فلسطين، اليمن. عدد أيضا متوقع من الدول الإفريقية مثل السنغال، توجو، مالي على المستوى الرئاسي، أيضا دول أوروبية مثل قبرص، وعدد كبير من المنظمات المالية والدولية. ننتظر وصول رئيس البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، مديرة صندوق النقد الدولي، سكرتير عام الكوميسا، المدير التنفيذي المنتدى ديفوس، هناك وزير خارجية الولايات المتحدة، وزير مالية فرنسا، رئيس وزراء اثيوبيا، رئيس وزراء ايطاليا. كل دي وفود ننتظر وصولها لمدينة شرم الشيخ للمشاركة فيه. وبكل تأكيد أيضا يعني تم الانتهاء من الاستعداد الموضوعي، الملفات التي سيتم عرضها والمشروعات التي سيتم عرضها خلال جلسات المؤتمر. وهيكون هناك جلسات قطاعية في 10 من الوزارات تعرض المشروعات التي سيتم عرضها بدراسات جدوى أعدتها بنوك الاستثمار المحلية. وحتى الآن هناك 36 مشروع جاهزين بدراسات الجدوى للعرض، وهناك توافق مبدئي حتى قبل عقد المؤتمر على المضي في التعاقد خلال المؤتمر. وسيكون هناك عدد كبير من مذكرات التفاهم أيضا سيتم توقيعها. مذكرات التفاهم بتعد اتفاق مبدئي حول عدد من المشروعات بيتم التواصل فيما حتى بعد المؤتمر للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بها. يعني هناك عمل مهم بتقوم به الحكومة قبل المؤتمر، وبصحيح أن المؤتمر بيعد ركن أساسي في سياسة الحكومة في الانطلاق لمرحلة جديدة وممتدة لبناء اقتصاد مصري. ولكن أيضا العمل بيستمر فيما بعد المؤتمر لإنجاز ما لم يلحق المؤتمر، توقيت المؤتمر من الانتهاء منه. ويعني إن شاء الله ستكون هناك في فعاليات صحفية وإعلامية كبيرة بنعلن من خلالها عن ما يتم من اتفاقات ومذكرات تفاهم ولقاءات مع بين الجانب المصري والشخصيات الكبيرة السياسية والاقتصادية التي ستشارك في هذا الحدث المهم. شيء مدهش. سيادة السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشكر حضرتك كتير. واضح ان احنا يعني بنتكلم على حدث دولي ضخم، ومصر بتقود هذا الحدث وبتقدمه للعالم في رسالة جديدة ان مصر بتتولد من جديد. صحيح. وان احنا بعد ثورتين بنقدم نفسنا للعالم. هي دي مصر، والدولة المصرية راجعة بتمتلك زمام الأمور وبتتحرك للأمام برغم بعض العوائق اللي موجودة ما بين هنا وهنا. لكن بسيطة. في النهاية بعت رسالة مهمة بتقول إن مصر قد تعافت.